السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل بقى معاكم دلوقتي الجلاش باللحمة المفرومة. معايا بقى 5 حبات فلفل رومي وبصلتين كبار وكيلو الا ربع لحمة مفرومة. هفرم بقى البصل في الكبة والفلفل الرومي هقطعه مربعات صغيرة. هخلصهم وارجع لكم تاني. حطيت بقى البصل في الكبة بالشكل دوت وحطيت معاهم قرن فلفل حراق. وبكده بقى اكون فرمت البصل. قطعت بقى الفلفل الرومي بالشكل ده. في الطاسة بتاعتي بقى هحط زيت كده، وبعدين هنزل عليها البصل. هخليه على نار متوسطة لغاية ما البصل بس يدبل شوية. انا هحط عليه بقى رشة ملح كده صغيرة، يعني ربع معلقة، علشان البصل يتكرمل معايا كده ويدبل على طول. كده بقى لما البصل دبل معايا انا هنزل عليه اللحمة المفرومة، ولازم افكها كويس علشان ما تكتلش. كده بقى انا بفك اللحمة وبتأكد ان مفيش فيها كتل خالص علشان تستوي كلها مع بعضيها. هقلبها بقى كلها كويس كده مع البصل. هحط بقى ملح وفلفل اسود وكاري وكمون وتوم باودر وبهارات لحمة. هقلبهم بقى كويس كده في قلب بعضيهم. امزجهم بس كويس كده مع بعض علشان اتاكد ان البهارات داخله في اللحمه كلها. بفتتها بقى علشان اتاكد بس ان اللحمه مش مكتله معايا. ده كده بقى العصاج بتاع البشاميل او بتاع الرقاق باللحمه المفرومه. هنزل بقى عليها الفلفل الرومي. هي خلاص كده اللحمه استوت. انا بحب انزل الفلفل الرومي في الاخر علشان مش عايزاه يكون دبلان قوي. كده بقى اللحمه استوت وخلصت خلاص. جبت بقى اكبر صينيه عندي مدوره وهدهنها كده بالزيت او بالزبده. معايا رقاق طري، هحط بقى كده اول واحده هدهنها بالزيت او بالزبده. اللي معايا انا 6 قطع رقاق، هحط 3 في الاول وهدهنهم كده بين كل رق والتاني بالسمنه، وبعد كده هحط اللحمه المفرومه وبعدين هحط ال3 قطع التانيين. هحط بقى اللحمه المفرومه كده على الرقاق. دول اول 3 قطع اللي انا دهنتهم. هتحطوا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها على حسب الرغبه يعني. وزعت بقى اللحمه بالشكل ده. هحط باقي الرقاق وهدخلها الفرن. ده كده شكل الرقاق بعد ما طلعته من الفرن. انا للاسف كنت مستعجله جدا، ومن استعجالي حطيت الصينيه في الفرن قبل ما اقطعها، نسيت خالص. ما تغلطوش غلطتي، افتكروا دايما قبل ما تحطوها في الفرن ان انتوا تقطعوها، لان هي بعد ما بتطلع من الفرن بتيجي تقطعوها مش بتكون مظبوطه، لانها يعني بتكون مقرمشه سنه كده. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب،
وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، اكتبوا لي في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جاية.